السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. جايلكم النهاردة بفيديو حلو جدا لأنكم هتاخدوا منه معلومة وهتستفادوا منه. طبعا كلنا بيجي علينا وقت واحنا بنغلي اللبن بنلاقيه يقطع مننا، ومعنى اللبن قاطع لان في ناس مش عارفه يعني ايه اللبن قاطع، ان هو بيفصل الميه بتاعته عن اللبن نفسه كده، بيبقى عامل زي الجبنه او الزبادي. ف انا بقى ايه وانا بغلي اللبن النهارده لقيته عمل كده معايا قطع مني. وفي ناس ما بتعرفش توظفه في ايه او تعمل بيه ايه، بالرغم ان في وصفات كتير قوي ممكن نعمل بيها، يعني نعملها باللبن الرايب او اللبن المقطع. يعني زي ما احنا شايفين كده، كان عندي حوالي كيلو وربع من اللبن وقطعوا مني، فقلت اعمل بقى المكرونه البشاميل بيهم. وعايزه اقول لكم احلى مره عملت فيها بشاميل هي كانت باللبن المقطع ده. يعني المهم نزلت بحوالي 4 معالق كبار من الدقيق، حطيتهم في اللبن كده وهو بس بتسقعيه، يعني مش مثلا يكون اللبن دافي وتحطي الدقيق، لا لازم اللبن بقى بعد ما يقطع منك تحطيه في التلاجة يسقع وتنزلي ب4 معالق كبار دقيق، ودوت لمقدار كيلو وربع من اللبن. جيت بقى هنا في الخلاط، وبعد ما قلبت الدقيق كويس في اللبن نزلت في الخلاط بالخليط اللي انا عملته ده، وهضربه بقى ضربا جارحا لحد ما يقول اي يعني. تمام، بضرب كده شويه وافصل الخلاط وارجع اضرب تاني. المهم ان انا مش عايزه الدقيق يتكتل خالص، انا عايزاه يبقى شبه العصير كده. شايفين؟ في نفس الحله بقى اللي احنا قلبنا فيها، خليكي كده شاطره وناصحه، وما ما بتوسخيش مواعين ياما كده وانتي واقفه، واول باول اغسلي المواعين اللي حواليكي. نزلت كده باللبن، وطبعا هو مالي الحله للاخر علشان خاطر مطرح ما اتضرب عامل زي فوران كده. رحت بقى حطيت الميه تغلي على النار، ودي اللي هسلق فيها المكرونه. انا بقى ما كانش عندي مكرونه اقلام، فاي مكرونه تمشي كلها مكرونه، وحطيتها تتسلق. في الوقت ده اخدت اللحمه المفرومه بتاعتي عصقتها. هنا كنت حطيت معلقه من السمنه، ونزلت بنص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا انا مش هحشي اللحمه المفرومه دي كلها، هحط حوالي ربع كيلو وتمن، والتمن التاني او الجزء التاني بنعمله في سندوتشات كده بتبقى لحمه مفلفله كده طعمها حلو. وممكن بقى انتي براحتك بقى، يعني تقطعي البصله في الكبه وتخرطيها ناعم، ممكن تنزلي بيها الاول قبل اللحمه. انا بحب الطريقه دي جدا، بنزل باللحمه كده تغير كده من لونها شويه، وعلى بال ما هي تغير بقيه اللون بتاع اللحمه بكون مقطعه البصل. نزلت ببصلتين كبار، وهنا انا كنت قاصده ان انا اقطع اخرط البصل بايدي، يعني لان انا عايزه البصله تبقى زهره، بحس بطعمها كده وانا باكل، وبتبقى معسله وطعمها جميل. عايزه اقول لكم كمان ان اللحمه المعصجه ليها طرق كتير. انت ممكن، يعني انا ساعات بحط بعد ما بخلص معلقه من الصلصه، احيانا بقطع بخرط فلفل الوان، ممكن تحطي خضار داخلها، في ناس بتحط كوسه وجزر فيها، فطبعا دي حاجه راجعه ليكي انتي. كذلك التوابل حاجه راجعه برضو ليكي. وانا بعصج اللحمه بصيت كده على المكرونه كده وعطيتها تقليبه ولقيتها استوت، هاخدها بقى واصفيها على بال ما اكمل، على بال ما اللحمه تستوي وعلى بال ما اعمل البشاميل. اهو هنا كده هنزل بالمكرونه هصفيها. وطبعا المكرونه البشاميل عموما او اي مكرونه هننزل عليها بصوص بشاميل ما بتتغسلش، وبأكد على المعلومه دي لان بشوف ناس بتغسل المكرونه البشاميل. تمام، لو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد كده ما تنسينيش في اللايك الحلو والكومنت الحلو، ولو اول مره تشوفي فيديوهاتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه كل عشان يوصلك كل جديد. نزلت هنا بقى بالملح وبالفلفل الاسمر
وبس كده. انتي بقى عندك اي توابل بتحبي تكتري في التوابل حطي. انا احيانا بتلاقيني احط كده توم باودر وبصل باودر وبابريكا، واحيانا بحس ان ايه البشاميل عايزه طعم اللحمه كده والبصل باين فيه. زي ما انتوا شايفين كده طبعا البصله دبلانه خالص، بس انا زي ما يعني عايزه احس بطعم البصله وانا باكل، وفعلا كان طعمها حلو جدا جدا. بس خلصت كده اللحمه. هنزل بقى ايه هنا، جبت الحله اللي احنا شفناها مع بعض اللي حطينا عليها الدقيق البشاميل، وايدي بقى في اللبن يعني بالمعلقه او بمضرب ايا كان. هنا حطيت ملح، وهحط كان عندي مرقه كده، مرقه دجاج اللي هي الناعمه دي، نزلت بكيس. لو عندك بقى توم باودر ممكن تحطي، وبصل باودر حطي براحتك، دي حاجه راجعالك. انا اكتفيت بالبهارات دي وبس. ايدي بقى في البشاميل، وهنا كان في حبه في الخلاط بعد ما اللبن حسيت ان هو نقص شويه، قمت مكمله عليهم يعني. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا، وهتشوفوها دلوقتي لما تتقل وتحسوا ان القوام بتاعها كريمي كده شبه الكريمه. زي ما احنا شايفين احنا مش عايزين حاجه تتكتل مننا طبعا، ولا استخدمنا بقى ولا سمنه. يعني في الطريقه التقليديه بتاعتنا بنحط معلقتين سمنه عليهم الدقيق ويتحمر وننزل باللبن، وطبعا كل دي دهون زياده. لكن الطريقه دي عايزه اقول لكم خفيفه جدا ومش محتاجه ولا سمنه ولا الكلام ده كله. هو الدقيق بيتضرب في الخلاط كده مع اللبن، وتقدروا برضو تستخدموه بنفس الطريقه مع اللبن العادي، مش شرط يكون قاطع يعني. شايفين بقى قوامه تقل وبقى حلو جدا كده. بقى هنا المكرونه اللي انا صفيتها رجعتها في الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه تاني، زي ما اتفقنا مش عايزين نوسخ مواعين ياما. ونزلت بنص البشاميل وهبتدي اقلب. طبعا البشاميل سخن والمكرونه كانت بردت. لو انتي المكرونه هتبقى سخنه يبقى البشاميل يبقى بارد، المهم حاجه عكس حاجه عشان المكرونه ما تعجنش منك. صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، واكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتعملوا ايه في اللبن القاطع، لان في طرق كتير قوي ممكن نعمل بيه كيكه. ممكن ندخله في قرص، في ناس بتحطه مع الجبنه القديمه، ممكن نعمل بيه جبنه كيري او جبنه كريمي، فليه طرق كتير جدا. نزلت بقى بنص المكرونه. طبعا انتوا بقى عارفين بقى باقي الخطوات، يعني مش مستاهله ان انا اقول لكم. ومش شرط ان انا ما عنديش مكرونه اقلام فاعمل باي نوع مكرونه، بالعكس انا بحس ان المكرونه دي مكرونه مقصوصه او عقل كبيره شويه. اما بتيجي تاكليها كده بتحسي بطعم اللحمه والمكرونه فيها، يعني بتبقى مليانه كده ومليانه بشاميل من كل ناحيه. نزلت بقى باللحمه المفرومه، وهنزل بالنص التاني من المكرونه. بعد كده اخر حاجه هنزل عليها ايه الجبنه الموتزاريلا. خليكم معايا ركزوا، انا مش مركزه انتوا ركزوا معايا. هنزل الاول بالبشاميل، باقي البشاميل كده، وشايفين البشاميل عامل ازاي. اللي يشوفه ما يقولش ان ده مقطع خالص، كاني حاطه عليه كريمه، كاني حاطه عليه جبن. ف رهيب رهيب رهيب. مش عشان اللي عاملاه، انتوا هتجربوا بنفسكم وهتيجوا تقولوا لي في الكومنتات باذن الله. هنزل بقى بالجبنه الموتزاريلا، ولو انت ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن تحطي قشطه على الوش، ممكن تجيبي بيضه وتحطي عليها ملح وفلفل اسمر برضو وتحطيها على الوش. اي حاجه متاحه عندك حطيها. وهنا بقى بعد ما دخلتها الفرن كنت مشغله الشوايه والفرن من تحت، ما اخدتش معايا 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وانا هنا سبتها تستهدى شويه وهبتدي اقطعها معاكم. بصوا بقى كده واحنا بنقطع، سكينه بتخش كده يعني في حاجه كده ايه، قوامها كده متماسك كده كانك بتقطعي جبنه كده. مش عارفه اوصف لكم، انتوا شايفين طبعا شايفين. وبعدين بقى كده جوسي وجميله كده، وطعمها فعلا حلو جدا. طلع كده ايه قطعه قدامكم وهوريها لكم.
قومي بقى لو عندك لبن مقطع منك ومش عارفه تعملي فيه ايه، قومي اعملي لك صينيه مكرونه كده، اتغدوا بيها بقى، تعشوا بيها، ايا كان. المهم مش عايزين نرمي حاجه، الحاجه غاليه جدا وحرام، يعني ربنا هيسألنا على كل حاجه في حياتنا. وادي طبق المكرونه الخطير الجميل، تقدري برضو تعمليه بقى بلبن عادي لو انتي عجبتك الطريقه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وكومنت حلو، ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها علشان عيلتنا تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.